يا وانا في نص الغابة طلع وش حصلت؟ لا مو شكلك هذا ما ادري هو يلحقني ولا ايش السالفة. ورب الكعبة يا عيال بموت من البرد. أسوأ لحظة بحياة اليوتيوبر لما يهرب من تحدي والمتابعين يكونوا أذكى منه ويمسكوه. هذا اللي بالضبط صار مع شونغ. المتابعين سربوا صور إله وهو موجود بغرفته، وهذا مش الإشي الوحيد اللي صادوه المتابعين، لأنه حتى مسكوا شونغ وهو أونلاين داخل لعبته. فأكمل الفيديو للأخير عشان تفهموا كل القصة. لو ما تدري عزيزي المشاهد، حاليا في سلسلة لباور بالثلج بدرجة حرارة سالب 27، واخر واحد بصمد بالثلج بيفوز ب1,000,000 ريال. وتقريبا قبل يوم او يومين من بداية التحدي نشرت على يوتيوب اني بتوقع شونغ يكون اول واحد بيطلع من التحدي، وبصراحة شفت كثير ناس بتوافقني بنفس الرأي. الواضح انه ما في عندنا ثقة بشونغ ابدا انه يكمل التحدي، بس ما في اي دليل على كلامنا لغاية شونغ ما نزل اعلان بيحكي فيه عن اكبر معرض جيمر بالكويت، وكان بيصور الاعلان باعتقادي داخل قصر باور، مش زي مثلا مجرم جيمز لما صور الاعلان بكازاخستان. فهذا خلى المتابعين عندهم شك بانه شونغ طلع من التحدي، لدرجه انهم ركزوا كثير على شونغ وسربوا صور لغرفته وهي مضويه، بس ما في اي تاكيد اذا شونغ موجود بالغرفه او لا، لغايه ما واحد بتويتر نزل عن انه شونغ نشط داخل لعبته. هنا الكل بدا يتاكد انه شونغ شكله طلع من التحدي وما كمله، لانه بصراحه التحدي مش سهل. حكيتها قبل بفيديو من الفيديوهات اللي نزلتها، بالنسبه لي هذا اصعب تحدي لباور، خصوصا بهاي الاجواء البارده. واليوم بعد مرور 7 أيام من التحدي باور أعلنوا عن نهاية السلسلة. فهون ركز معي عزيزي المتابع، السلسلة عبارة عن آخر واحد بضل بالتحدي بفوز ب1,000,000 ريال. هذا بيعني إشي واحد بس، إنه كل المتسابقين بالتحدي طلعوا بنفسهم خلال ال7 أيام اللي راحت، وهذا بدل على صعوبة التحدي اللي كانت. قبل ما أكمل عزيزي المشاهد، لو كل شخص شاف هذا الفيديو واشترك بالقناة حرفيا راح أوصل 4000 مشترك، فاشترك بالقناة عشان أوصلها. بس الإشي المضحك خلال غياب أعضاء باور، خلودي 25 سرق القصر، لأنهم خلوه بالقصر لحاله وما أخذوا معاهم للتحدي. حرفيا دخل على كل غرفة لصناع المحتوى وأخذ أغراضهم. ويب اللي جاب بالك صح، الجوي أوورد لمجرم جيمز أخذها، ويا ريته بس أخذها وما سوى إشي، لا نزلها بحراج. صراحة نزلها الحين بحراج البيع، بس مو باين. هذا وشو؟ والله مو باين، حويس تعال من جهتي نزل أمه في حراج بسرعة. الحين لو نزلت الإعلان بيدقون علي، تخيل عاد أجيب العيد ولا يدقون علي. الجوي أوورد للبيع على السوم نظيف جديد. اكتب 2026 الفحص استخدام كرفان نظيف. على السوم نظيف جديد 2026 ما مشى وكالة شرط الفحص. فبنستنى اعضاء باور لما يرجعوا القصر ايش حيعملوا فيه. وحتى دحومي 3 ساعات خلصت اجازته ورجع للقصر، وعلى ما يبدو انه عجبه الوضع. قصر فاضي اقدر اقعد في مكان، الان جالس في وسط الحوش فاضي القصر، ما حد قاعد يصور، ما حد قاعد يزعج، ما تسمع رياني صارخ، ما تسمع فارس هنا وراك يصور جزئيات، عرفت؟ ما يجي ابو عابد يشارك بالحلقه، عرفت؟ بس لحد الان في امور كثير غامضه حول السلسله وما حدا صرح فيها. متى موعد نزول السلسله؟ وبرضه ما حدا حكى وين راح ننعرض الحلقات، فلسه الامور مش واضحه كثير بالنسبه للسلسله. وما في اي تصريحات من جهه باور، غير انهم بس نزلوا تغريده على تويتر وكتبوا فيها التصوير تطلب 7 ايام تصوير و11 صانع محتوى و30 كاميرا و40 طاقم عمل. وبصراحه لما نطلع على اخر شغلتين كتبوها واللي هي 30 كاميرا و40 طاقم عمل، بنعرف هون انه بصراحه باور عندهم نقله نوعية لصناعة المحتوى، والأشياء اللي قاعدين بيسووها للأمانة خيالية. وغير إنه هاي السلسلة في جهة استلمتها، بس زي ما قلت لكم قبل شوي ما صرحوا مين هاي الجهة اللي استلمت مشروعهم ودعمتهم. بس اليوم انتهت السلسلة، وزي ما نشروا باور من قبل، واحد من الثلاثة هذول إذا رجع القصر بينصدم من النتيجة. وصراحة هالمرة أنا بتوقع إنه كمستكة هو اللي فاز بتحدي جاهز كأكثر كود استخدام، والسبب بيرجع لمجرم جيمز، لأنه طلع بستوري على السناب بوقت السلسلة وحكى الكل بقول برد إلا كمستكة، وحكى لهم يستخدموا كود كمستكة بجاهز. السلام عليكم، بتكلم معكم في موضوع وابغى اساعدكم. طبعا هذا نهر متجمد لي 3 أيام يا جماعه الخير، ميت في هذا البرد، وقاعد اقول برد بشكل لا يوصف. درجه الحراره سالب 15. وعندنا واحد هنا انا لي 3 أيام معاه ويقول ما هو برد، وانتم قاعدين تدلعون وان الوضع ماخذينه انه خوف وانه ما ادري وش، وما حد بيصمل وما ادري وش من الكلام هذا اللي هو عزوز كمستكه. فوش سويت؟ رحت كلمت خالد البعود، قلت خالد البعود احتاج فزعتك انك تكلم جاهز يعطونا كاش باك. قال وش ليش وش السبب؟ قلت هذا الآدمي لازم يتأدب بشكل لا يوصف. وانتم تعرفون ان الآن في تحدي جاهز انه اكثر استخداما للكود راح يروح للقطب الشمالي
او القطب الجنوبي اللي فوق. فانا ودي يا جماعه الخير عزوز يروح، ابغاه يحس باللي حسيناه فيه الان. خلونا اقول لكم كم الكاشفات وابغاكم تستغلون الوضع وتستخدمونه. فزي ما شفت عزيزي المتابع، حرفيا مجرم جيمز نكب كمستكة، وغالبا كود كمستكة هو الكود الاكثر استخدام جاهز. بس برضو اكتبوا لي بالتعليقات مين بتتوقع يروح للقطب الشمالي او الجنوبي. ولو هون بكون انتهى الفيديو، بتمنى تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اي شخص بتحبه، وبشوفكم بالفيديو الجاي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.